هاي، اخباركم ايه؟ هنغير موقعنا النهارده وهنصور في الصاله. المهم، فيديو النهارده هنتكلم فيه عن طرق وتكنيكات انا بستخدمها ومشهوره جدا هتساعدكم على تقليل التوتر على تقليل التوتر، ويعني تكنيكات كده بنستخدمها في تقليل التوتر عامه. اوكي كده بيرفكت. كويس. هاي كتاكيتي، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون مختلف. بيتكلم عن التوتر وازاي نستخدم اساليب او تكنيكات للمساعده على تقليل التوتر ده. مبدئيا كده انا شخص قلق جدا جدا جدا، بتوتر جدا طول الوقت. فلما بدات ابحث وادور، يعني طبعا ده خد مني وقت كتير. المهم توصلت الى استخدام طرق او تكنيكات طبعا معروفه ومشهوره. ما هم اللي قالوا على التكنيكات ديت، حد ذكرها في كتابه من ابحاث وكده. فالمهم بدات تجيب معايا نتيجه كتير. وبعد ما دورت وبحثت اكتر لقيت ان التوتر اللي عندي ده يعني توتر كده، نوع من انواع التوتر اسمه توتر المكتسب. التوتر المكتسب ده هو انت بتكتسبيه من عيلتك مثلا، تكون مامتك او باباك بتوتروا كتير، فانت بالتالي بداتي خدتي منه الاسلوب ده، يعني اسلوب انت بتستخدميه لمجرد ان هو يعني انت قلدتيه بطريقه غير واعيه، فاهماني؟ فالتوتر اللي عندي ده مكتسب، مش ان هو التوتر بتاعي انا، يعني انا مش الشخص اللي هو قلق وكده. المهم ستيل بتوتر في الاخر، فبالتالي ببقى محتاجه اساليب علشان اقلل التوتر ده، واقدر اوازن بين مشاعري السلبيه ديت واوازن بين مشاعري عامه لما بتوتر. المهم بعد ما جربت طرق كتير تاني قلت يا حبيبه ما تجمعيهم كده اهوت وتشاركيهم مع حبايبك على اليوتيوب، يمكن يستفادوا، واكيد انتوا بتستفادوا بصراحه، لان طرق كتير انا جايبه لكم اشهر 10 طرق. في طرق تانية كتير قوي. عايزه اقول لكم حاجه، زي ما انا قلت لكم ان انا شخص قلق وكده، مش معنى ان انا شخص عرفت استخدم الطرق دي او التكنيكات دي معناه ان انا لما بتوتر ببقى بعرف استخدمها على طول وخلاص بتغلب على توتري. لا جدا، اوقات كتير التوتر ده هو اللي بيغلبني او بيتغلب عليا. كتير المشاعر السلبيه بتتغلب علينا، واوقات تانية بنكون واعيين احنا نستخدم الاساليب ديت او بنفتكر ان احنا نستخدم الاساليب دي، وبالتالي نقدر نتحكم في مشاعرنا السلبيه دي. فعايزه اقول لكم ان انا مش طول الوقت شطوره وبعرف استخدم التولز ديت عشان اقلل توتري، لا جدا. اوقات كتير قوي مش بقدر استخدمها او بكون ناسياها او بكسل اعملها او كده. ف يعني الموضوع عادي جدا، التوتر ده بيروح ويجي. يعني لو انتوا شخص قلقين جدا زيي وعلى طول بتبقوا متوترين وكده، فالموضوع عادي جدا. لو يعني هو اغلب الوقت اكيد بيجي لكم، فبالتالي عادي جدا ان انتوا تنتصروا عليه مره وينتصر عليكم مره، عادي زيه زي المشاعر السلبيه. تمام، فتيك ات ايزي وخلينا نكون واعيين بالطرق ديت والاساليب ديت. عايزاكم تكتبوها في اجنده عندكم، وكل ما تحسوا بتوتر افتحوا الاجنده واختاروا تكنيك معين كل مره تستخدموه، علشان بجد هتحسوا بتنوع. او اختاروا تكنيك واحد ولما تزهقوا جربوا يعني اسلوب تاني او طريقه تانيه علشان تنوعوا، وكمان علشان تنوعوا بس كده. المهم انا قلت لكم ان الطرق دول هم 10. اوكي، فاول طريقه بستخدمها هي التنفس العميق او الديب بريثنج. بستخدم طريقه 4-4-8، وهي اللي هو انت تتنفسي، تاخدي شهيق في 4 ثواني وتكتميه في 4 ثواني، وبعدين ريليز او زفير في 8 ثواني. تمام، بحيث يكون الزفير اطول من الشهيق. ده بيقلل جدا جدا توتر. التنفس بجد من اشهر الطرق اللي بتقلل التوتر واكثرها فعاليه. يعني في السي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي اساسي عندهم يستخدموا التنفس، عشان يعني طرق من طريقه من الطرق اللي هم لازم يستخدموها في علاج المرضى عندهم، لان طبعا العلاج المعرفي السلوكي بيعالج معتقدات وافكار كتير في الشخص، يعني اللي هو تعبان وكده. فلما بيجي يعالجه لازم يتنفس ويعمل تاملات وحاجات كده معينه، يعني مش هدخلكم في تفاصيل كتير. المهم ديت اول طريقه. تاني طريقه هي التامل او المديتيشن. بصوا مش عايزه اعقد لكم الموضوع، بس هو بجد يعني 3 دقايق في اليوم او 5 دقايق او 10 دقايق، مجرد تقعدوا ساكتين بس تسمحوا لافكاركم ان هي تعدي من هنا لهنا، فاهميني؟ يعني مش هقول لكم توقفوا افكاركم، لا مش هتقف،
بالعكس لو انتوا قلتوا عايزين افكاركم تقف مش هتقف، هتزيد اكتر. فبالتالي تقعدوا كده يعني تقعدوا اول 3 دقايق، بعدها اول 3 دقايق هتحسوا ان افكار كتير كده حواليكم، بعد ال3 دقايق تحسوا ان انتوا في كده سكون، الافكار بدات تقل لوحدها من غير ما تعملوا حاجه. عايزين تعملوا ده كده لوحده اعملوه، عايزين تسمعوا ميوزك او جايد او ارشاد يعني من حد يعني معين، مثلا تجيبوا فيديو على يوتيوب فيه تامل واللي هو انتوا تسيبوا نفسكم، ده بصراحه اللي انا بفضله. بحس ان حد فاهمين هو اللي بيوجهني. مش بحب انا اللي ابقى مسيطره اكتر وهتحكم في افكاري وكده، لا بحب ان هو اي حد يقول لي تخيلي ايه ومش عارفه اعمل ايه وبتاع، ببقى ايه ماشيه معاه في الفلو اكتر، وبدخل اكتر في حاله التامل. فدي بجد عايزه اقول لكم ان والله العظيم يعني لو تاملتوا مره واحده في اليوم او مره الصبح ومره بالليل، عايزه اقول لكم ان هي هتقضي على التوتر بجد، بس مش في يوم واحد يعني، اكيد في مثلا اسبوع اقل حاجه. بجد هتحسوا ان التوتر يقل عندكم جدا جدا جدا، وتحسوا ان انتوا لما تيجوا تتوتروا جسمكم مش قادر يفرز الكورتيزول. مش يعني مهما تحسوا ان انتوا في موقف المفروض انتوا تتوتروا فيه، تلاقوا ان الهرمون ده مش راضي يطلع، ان انتوا بتتوتروا. عارفين الاحساس ده؟ فبجد التامل من اكتر الطرق الافكتيف اللي انا بستعملها هي التنفس العميق. تالت طريقه بقى وهي الجراوندنج او التقريض او التقريض يعني. اوكي سوري انا بستخدم مصطلحات انجلش كتير في الفيديو ده النهارده، بس انا دول عشان جايباهم من مكان موثوق على الانترنت، وفي نفس الوقت هي تكنيكس انا بستخدمها. انا طبعا مش خدت الكلام ده بقوله لكم على طول، لا انا راجعته جدا وشفت الطرق اللي انا بستخدمها وعدلت فيه وحاجات كده يعني. فالجراوندنج اللي هو التقريض ده منتشر جدا في علاج الصدمات. عارفين حد لما يبقى عنده صدمه او كده، لما هما يستخدموا الموضوع اللي هو التقريض ده بيقلل جدا الموضوع بتاع الصدمات ده قوي يعني، بيساعد ان هو في العلاج جدا. كمان اتذكر في كتاب اللي هو The Body Keeps Score. ف يعني انا حاسه مش حاسه يعني، المهم التكنيك ديت موثوقه جدا جدا يعني، مذكوره في كتاب وكمان بتستخدم في علاج الصدمات. فبجد اعتمدوها وانا جربتها وعجبتني جدا. وهي اللي هو انتوا بتقول ان هو 5 4 3 2 1. دي الطريقه. 5 اشياء شوفوها حواليكم. يعني انتوا لما تحسوا بتوتر ابداوا ايه، ركزوا، عيشوا اللحظه، ابداوا عدوا كده 5 حاجات انا شايفهم قدامي. انا شايف ايه؟ شايف مثلا الستاره، شايف الاباجوره، شايف الموبايل، شايف الاجنده اللي انا بقرا منها، شايف مثلا الكوبايه. فبدات الاحظ الحاجات اللي حواليا اكتر. رقم 4 حاجات انت بتحسهم. المس اللي هو يعني اللمس، 4 حاجات المسهم. بلمس ده، بلمس الاجنده، بلمس الكنبه، بلمس ايدي، بلمس مش عارف حاجه ثانيه. المهم تلمس 4 حاجات مختلفه. تمام. تالت حاجه يعني هي 3 حاجات اسمعهم. انت سامع صوت ايه دلوقتي؟ سامع مثلا صوت العربيات بره، سامع صوت المروحه وهي شغاله. ركز تاني هتسمع صوت حاجه ثالثه. اوكي. فبالتالي بتدخل اكتر في عمق عيش اللحظه. تاني حاجه اختار حاجتين انت تقدر تشمهم. شمم مثلا الهواء. شمم ايه تاني؟ اكيد شمم حاجه ثانيه مع الهواء. ماشي. لو مثلا تشرب حاجه او كده، شم مثلا تشرب كوبايه قهوه، شمم ريحه القهوه. فبالتالي بتوجه تركيزك لحاجات تانية. اخر واحده وهي حاجه واحده بس تذوقها. اكيد هيبقى قدامك اي حاجه، حتى لو ميه، اشرب الميه، دوق الميه، فتحس ان انت ايه، هديت جدا، وجهت تركيزك بدل على التوتر او ان جسمك متوتر او في مشاعر سلبيه، وجهت تركيزك لحاجه حواليك او حاجات حواليك. رابع طريقه وهي الجورنالينج. الجورنالينج يا جماعه حاجه مهمه جدا جدا جدا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الجورنالينج وازاي بتدونوا، وازاي يعني كل حاجه عن التدوين. يعني انا استخدمته امتى وبدات استخدمه امتى. بعيد تاني نفس كلامي. استخدمت التدوين امتى وبدات استخدمه ازاي، وايه هو التدوين، وطرق او اسئله تستخدمها للتدوين عشان تسهل عليك. واحكي لكم كل حاجه عن التدوين بس في فيديو تاني ان شاء الله. المهم التدوين في النقطه دي علشان نعالج التوتر، وهي ان انت لما تبقي متوتره اكتبي مشاعرك وافكارك بدون ما تحطي عليها احكام. اكتبي وخلاص. عندك الاجنده اهي، اكتبي كده، سيبي عنان افكارك يطلع. اكتبي اللي انت عايزاه. انا حاسه مثلا بغضب او توتر او كذا كذا، ليه؟ علشان حصل كذا كذا. طب ليه؟ اقعدي بقى اكتبي كتير. يعني في واحد كده عالم اسمه جيمس بن بيكر، ده عمل ابحاث كتير قوي عن موضوع التدوين، ولقى ان هو تاثير الكتابه عامه على الصحه النفسيه كبير وفيري افكتيف يعني. فموضوع التدوين لا غنى عنه. التدوين اللي هو بقى تكتبي بورقه وقلم، ما تكتبيش على الموبايل، ما تكتبيش على حاجه ثانيه، هي ورقه وقلم بس ان انت تكتبي عليها عشان تحسي ان انت بتكتبي فعلا. يعني الموضوع ان انت تكتبي بورقه وقلم اكثر فعاليه طبعا من ان انت تكتبي على الموبايل. فاهميني؟ خامس حاجه وهي الرأس الحر. مش شرط الرأس الحر يعني، المهم رياضه، اي رياضه انتوا حابين تعملوها اعملوها، بس الرأس الحر بالذات للاناث يعني
بيحرر مشاعر كتير قوي قوي مخزنه في الجسم. انتوا تعرفوا ان المشاعر لو ما طلعتش سواء كانت ايجابيه او سلبيه، لو احنا كبتناها بتتخزن فين؟ بتتخزن في جسمنا. فالرقص بيحرر مشاعر كتير قوي قوي. يعني جربوا كده تشغلوا اغنيه او موسيقى وترقصوا معاها كده من غير ما انتوا تفكروا انا برقص ازاي ولا بعمل حركات ايه او حركات صح او غلط. لا، ارقصوا كده وخلاص. هو اسمه رقص حر عشان ايه؟ ترقصوا كده وخلاص من غير ما تقولوا انا شاطره في الرقص ولا مش شاطره ولا الحركه ديت مناسبه مع اللحن ده. لا، ما تركزوش خالص، ارقصوا وخلاص، سيبوا جسمكم كده يتحرك. بمجرد ما انت ترقص او انت ترقصي هتحسي ان يعني هتحسي كده انت في الفلو وفي التدفق. لما تحسي في التدفق هتلاقي ان مشاعر كتير بتطلع، فاهميني؟ يعني سيبي نفسك بجد ترقصي هتحسي ان انت ارتحتي قوي. طبعا مش هقول لك ارقصي قدام حد، يعني ممكن تقعدي في اوضتك تشغلي اي ميوزك وارقصي بقى، عيشي مع نفسك كده بحيث ان محدش هيشوفك، وفي نفس الوقت انت بقى ترقصي براحتك، فاهماني؟ سادس حاجه وهي ليها علاقه برضو باللي فوق، الرياضه. الرياضه يا جماعه شيء مهم جدا. مش هقول لكم بقى روحوا الجيم او كده، الرياضه عامه. اقل حاجه مشي. المشي اصلا هو مش اقل حاجه، هو افضل حاجه فيهم. يعني المشي طبعا بيساعد على تحسين الصحه النفسيه جدا جدا، وبيخلي كده ان يحصل يعني تصفيه لذهنك، وتخلي ان في افكار تانية بدات تظهر في دماغك لمجرد بس ان انت تمشي. يعني مش انتوا كمان تعرفوا ان ساعات كتير لما حد يكون عنده مشكله مش عارف يحلها ينزل يمشي، بتلاقوا بجد ان جاله افكار كده عارف يستخدمها لحل مشكلته دي. ففهميني؟ فهتقولوا لي بقى ان هو مش بيقلل التوتر. اكيد هيقلل التوتر، اكيد هيخليك تبقى مركز مثلا مع الناس اللي حواليك. لو انت بتسمع حاجه او كده هتركز في الحاجه اللي انت بتسمعها، فهيقلل التوتر جدا يعني، فاهميني؟ فالرياضه حاجه مهمه طبعا. الجيم حلو جدا ان انت تشيل حديد. برضو الموضوع ده بيعمل ضغط على الجسم، فبالتالي التوتر بيقل جدا. طبعا انتوا عارفين فوائد الرياضه كلها ان هي بتقلل هرمونات معينه وبترفع هرمونات تانية ايجابيه او مفيده اكتر، فاكيد بلا شك يعني التوتر هيقل. سادس حاجه وهي الضحك او العلاقات الاجتماعيه. اتكلم مع حد بتحبه، انزل اقعد مع صحابك اللي انت بتحبهم، مش صحابك مثلا يكونوا مش بيريحوك او كده، لا انزل اقعد مع صحابك، اقعد مع عيلتك، اقعد مع حد انت بترتاح له عامه، هتحس ان انت كده ارتحت من جواك بجد. ايه تاني؟ تامن حاجه وهي المايندفولنس. في طريقه كده من الطرق وهي اللي هو عيش اللحظه. عيش اللحظه دي هقول لك بتستخدمها ازاي. عيش اللحظه دي هقول لك بتستخدمها ازاي. ممكن تجيب مثلا كتاب تلوين وتقعد تلون بس من غير ما تسمع ميوزك ولا اي حاجه. تبقى مثلا ايه، تقول انا هلون الصفحه دي، تقعد بقى تلون لحد ما تخلص الصفحه دي. كده انت اللي هو عشت اللحظه، انت ركزت على التلوين، بتلاقي دماغك اتصفت جدا وما بقتش تفكر في حاجات او ما فيش افكار بتجيلك وانت بتلون. حاجه ثانيه ممكن تكون نازل تتمشى بس من غير ما تسمع ميوزك او من غير حاجه، اللي هو انا نازل اتمشى كده، انا هركز مع الناس، انا عايش اللحظه. فدي من طرق المايندفولنس او عيش اللحظه. تكون بتعمل اي حاجه لمجرد ان انت عايش اللحظه، مركز في الحاجه دي بس. حتى مثلا غسيل المواعين، طبعا الستات عارفين غسيل المواعين ممكن تغسل المواعين من غير ما تسمع ميوزك، تركز وانت بس بتغسل المواعين، تركز في مهمه واحده، دي اسمها مايندفولنس، انت حاطط كل تركيزك عليها وعايش اللحظه فيها، تمام؟ تاسع حاجه وهي الارت ثيرابي، اللي هو العلاج بالفن. العلاج بالفن ده بيشمل حاجات كتير قوي، بيشمل ان انت مثلا ايه تلون زي ما انا قلت لكم، تجيبوا صفحه مثلا كتاب تلوين، صفحه تقعدوا تلونوا. الموضوع ده بينشط الجانب الايمن من دماغنا، فبالتالي التوتر بيقل، يعني بنستخدم الابداع اكتر. طبعا التصوير، الكتابه برضو بتدخل ضمن التدوين. فاللي هو العلاج بالفن دي حاجه كبيره، جواها بقى تصوير، كتابه، رقص، تلوين، الحاجات دي كلها. فانا طبعا قلتها لكم في النقط اللي فاتت. فالارت ثيرابي ده يبقى اللي هو مش بيشملهم كلهم. 10 حاجه وهي اخر حاجه وهي غيري مكانك. لو مش بايدك تعملي اي حاجه وانت حاسه بتوتر، ممكن تقومي تنظفي اوضتك. بجد الموضوع بجد فعال جدا، يعني هتحسي ان انت اتلبختي في اوضتك، وان انت ازاي ترتبي دي وازاي تنظفي دي، وطب انا هجيب دي هنا المره دي وهنا المره دي، فهتحسي ان انت شغلتي دماغك. فنظفي اوضتك، غيري مكانك، روحي مكان تاني، اتحركي، اقفي في البلكونه، المهم غيري مكانك. يعني لو انت حاسه دلوقتي توتر، قومي اتحركي، روحي اعملي قهوه، روحي اعملي اكل حلوه، اتفرجي على حاجه، المهم يعني قومي اتحركي، اعملي حاجه تانيه، فاهميني؟ بس ما تقعديش كده تسيبي نفسك لدماغك. بس كده يا حبايبي، ده كان فيديو اليوم. اتمنى يعجبكم جدا، واتمنى لو حد بيتوتر زيي يستفاد جدا من الطرق والاساليب ديت. بس كده، اشوفكم فيديو جديد، تشاو تشاو.